يحدث للمرة الأولى في إيران أن يحرق أبناء مدينة خمين وسط البلاد بيت الخميني في إشارة لحجم الاحتقان الشعبي ورمزية الحدث بحرق منزل مؤسس نظام الملالي في مسقط رأس. ويحدث للمرة الأولى أن يهاجم أبناء مدينة قم معظم الحوزات العلمية بحرقها وتدميرها في إشارة ثانية لطلاق شيعة إيران من ديانة العمائم المصطنعة للتشويه والتخلف. والأهم لمن لا يعرف رمزية قم أن حوزاتها تعد بؤرة لتفريخ العمائم، وحرقها اليوم كان على يد أبناء المدينة. وعلى سيرة المرة الأولى يحدث في تطور لافت أن تخرج أول مدينة عن سيطرة النظام الإيراني بالكامل. وتقول مصادر شمال غرب إيران إن ثوار مدينة بوكان أحرقوا معظم مقرات ميليشيا الباسيج والحرس الثوري، وأغلقوا مداخل المدينة، وسيطروا على كافة المراكز والدوائر. ولصعوبة اختزال التطورات المتسارعة في إيران تبدو هذه المشاهد لعشرات آلاف المتظاهرين في إيذ ومهباد وتبريز وقزوين وأصفهان وزهدان وآراك وشيراز والأحواز كفيلة للتعريف بشكل الثورة المندلعة في إيران، لا سيما ومع اتساع رقعة التظاهرات لمعظم الأرياف والقرى أن لكل منطقة بات هناك رمزية دافعة لطفل أو فتاة أو شاب قتل برصاص النظام وقواته. أما في طهران فيحدث للمرة الأولى أن يلتقي ثوار حي الفردوس بثوار حي أكبتان للتظاهر والمطالبة بإسقاط خامنئي، في حين وعن أخبار حملة إسقاط العمائم فيحدث للمرة الأولى أيضا أن تحولت لخطفها كليا دون إرجاعها.